يا صباح الفل والجمال وكل حاجة حلوة على عيونكم. تعالوا بس الأول نحط هنا الفنجان بتاع اليانسون ده وندردش مع بعض كده شوية نعرف هنعمل ايه النهاردة. استنوا جاية لكم. بصوا بقى مبدئيا عايزة اعمل ايه. بقالي كام يوم بحلم ان انا رايحة اولد ولسه ما غسلتش هدوم البيبي. ايوه الحلم ده بيراودني. فانا هعمل ايه، جمعت كل الحاجات بتاعة البيبي النهاردة اللي هي هتتغسل و... وقلت هديها شطفة كده خفيفة. وطبعا بما اني كنت ناوية النهاردة ان انا اشمس كده الغطيان بقى واعمل جو حلو، عارفين انتوا الشمس الحلوة دي. فزي ما انتوا شايفين كده صحيت لقيت الجو مغيم واصلا يعني نشرة ملوة غسيل في البلكونة، ولكن يعني شكل الدنيا هتمطر عليها ولا كأننا شايفين حاجة. بقى سبحان الله، انتوا عارفين ان من السنن المهجورة ان احنا يعني نخلي المطرة تنزل على الغسيل. ولكن برضه انا مش مستغنيه عن هدوم البيبي، فانا هعمل ايه، هنشرها عندي في منشر في بير السلم. تمام. اللي هي برضو منها تتهوى، بس انا كان نفسي ان هي تتشمس. طبعا الهدوم نظيفة وكل حاجة، ولكن بتبقى مكان المكان كده يعني، فاهمين. فانا هشرب الاول ينسون. ده ينسون بشمر بعسل، قاعدين بيوصوني بيه. والله انا اصلا مش قادرة وبشرب بالعافية، ولكن بقى ايه. يلا خلي ربنا يكملها على خير، وحاسة ان انا داخلة على دور برد، فاي حاجة بقى ايه سخنة تتشرب وخلاص. هشرب كده اليانسون ونرجع بقى عشان ما اطولش عليكم. وخلاص بقى جيت لكم تاني. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي 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 بجد. بصوا، هو طبعا انا مسلمه عليكم في بدايه الفيديو، ولكن بعمل فويس اوفر في ميعاد تاني، ولكن برضو حاسه ان انا لا محتاجه ان انا اسلم عليكم. استحملوني بقى. عاملين ايه؟ طمنين عليكم. زي ما قلت لكم بقى، النهارده هلم هدوم البيبي كلها عشان اغسلها واشطفها. بيبقى بقى ايه يا بنات، مكان المكان. مكان حتى الزباين ما بتشتري حاجات ايدينا مش نظيفة كده. طبعا مش غسيل غسيل، يعني انت لو عندك شوية شاور جل كده مثلا، او صابونة مثلا اللي هي دوف او ديتول. بس طبعا ديتول يعني دلوقتي مقاطعة. انا غسلت عادي مسحوق عادي ما فيهوش اي حاجة، ولكن برضو هقول لكم على مسحوق كويس بيتجاب لهدوم البيبي. اسمه اوكسي جونيور. ولكن انا ما لقيتهوش عندي، ما لقيتهوش حواليا، فلو حابين تجيبوه طبعا هاتوه. وتعالوا بقى نشوف هدوم الفامبين الصغنن. طبعًا أنا يعني زي ما أنتم عارفين أنا ما كنتش بانزل كتير في الحمل. اليوم اللي كنت بانزل فيه، كنت بانزل فيه مثلًا عند الدكتورة وخلاص، وممكن عربية من البيت للعيادة ومن العيادة للبيت. فطبعًا أنا ما اشتريتش حاجات كتيرة أبدًا، يعتبر اشتريت الهدوم الداخلي والسلوبيتات بقى والحاجات دي جاية لها أصلًا من بنت عمتها، وبنت عمتها التانية، وفاهمين. دي بس يعتبر اللي أنا اشتريته، اللي هي سلوبيت. اللي هو الطقم بتاع المستشفى ده زي ما أنتم شايفين بيبقى جاي سلوبيت كده، ومعاه زي كوفرتة كده يعني بتبقى قطيفة شوية، ومعاه الكاب ومعاه اللكلوك. يعني هو 4 قطع. بصوا بقى هتلاقوا طقم المستشفى اللي هو الكامل الكبير ده، وهتلاقوا الطقم ده. بصراحة أنا من وجهة نظري لما شفت الاتنين حسيت ان طقم المستشفى اللي هو الكبير ده رجليه مقفولة من تحت، وحسيت ان مقاسه صغير شوية. يعني حسيت ان الطقم اللي معايا ده مقاسه مرتاح شوية عن التاني، فاهمين. بحيث ان هو مش هيبقى طقم مستشفى مثلا ويتلبس اول اسبوع وخلاص، يعني خلصنا على كده. فانا جبت الطقم ده سعره كام؟ سعر ده 330 جنيه. والتاني اللي هو نفس التكوين تقريبا بس زيادة عليه. اسمها إيه، سالوبيت كده قط. زيادة عليه تقريبًا 100 جنيه، يعني 420 أو حاجة كده. الفكرة مش فكرة الفلوس ولا فكرة حاجة، بس الفكرة إن هو حسيت إن ده مرتاح شوية، والتاني حسيت إن هو فيه حاجات يعني أنا مش محتاجاها، فاهمين. ومحطوط بقى في علبة، فهو ما يفرقش معايا بصراحة يعني الكلام ده. فجبت ده ب330 جنيه زي ما قُلت لكم. وحلو يعني برضه هتستخدمي الكوفرتة فترة وكده. تعالوا بقى اقول لك جبت ايه تاني للبيبي. طبعا الشرابات جبت اول حاجه اللكلوك اللي انتوا شايفينه اللي هو البينك ده. ده سعره 40 جنيه. وجبت طبعا شرابات تانية، ولكن بقى خلينا نتكلم الاول في الهدوم الداخلي والحاجات دي، لان دي يعتبر الحاجات اللي انا ايه اشتريتها. وبرضه معرفش اي اسعار، يعني انا مش اشتريتها، ده انا خليت كمان حد يشتري لي، فاهمين. طبعًا البيبي في الجو ده هالبّسه أول هالبّسها يعني إن شاء الله فانلّات اللي هي القطن دي طبعًا قطن صافي، صافي، صافي. هي مش junior، قصدي مش funny bunny، ولكن دي قطن صافي يعني.
فانلة نُص كُم وفانلة كُم والبادي اللي هو الكور اللي أنتم شايفينه ده، بحيث إن هي برضه تبقى متدفية، وطبعًا السلوبيت فوق، وكده، كده هي متدفية في بورت يعني وكده. بُصّوا بقى الكوتي أوي ده، اللي هي السلوبيتات اللي هي بتبقى القَط دي، بس بيتهيأ لي يا جماعة إن دي مش هتتلبس دلوقتي، والّا أنتم إيه رأيكم؟ يعني أنا مش حاسة إن هي هتتلبس دلوقتي. يعني حاساها تبقى حلوة كده ولطيفة في دخلة الصيف مثلًا، اللي هو عارفة البيبي لمّا يبقى لابسها كده بقى على الحفاضة وخلاص بقى شكرًا. بس بيتهيأ لي برضه إن هي ممكن تلبسها دلوقتي فوق يعني فوق مثلًا النُص كُم والكُم، بحيث إن هي تبقى إيه، ضاغطة كده الهدوم كويس ما تتفكِّش، لإن هي لو اتوسخت طبعًا من الحفاضة أعزكم الله، لو اتلبست يعني على اللحم كده على طول واتوسخت من الحفاضة، فأنتِ كده هتضطري إنِّك تغيّري الهدوم كلّها، عكس ما تتلبس فوق. المهم إن السلوبيتات القط دي جِبت منها كام، جِبت منها 2 و3 أدي 5، 5 و1 أدي 6. اللي فاكراه سعره بس اللي هو بتاع funny bunny الواحدة كانت ب40 جنيه، اللي هي عليها الطبعة. ومهم برضه تجيبي اللي هي البناطيل القطن دي، أنا جايبة نوعين 4 و2، 2 قطيفة كده و4 تانيين دول قطن، قطن يعني، يتلبسوا كده إيه تحت برضه السلوبيتا، يعني الحفاضة وعليها البنطلون والسلوبيتا يبقى حلو برضه. ودي برضه دفاية كده كان سعرها حوالي 80 جنيه. والبيجامة دي برضه عسولة أوي، يعني دي برضه من الحاجات القلائل اللي أنا اشتريتها. فبرضه حلوة يعني السلوبيتا التانية دي بقى حلوة بس برضه صيفي، بس أنا قُلت خلّيني أغسل كل الهدوم بقى مع بعض. طيب إيه تاني كمان للبيبي مهم، ممكن بقى تجيبي له بورت كده عشان يتلَف فيه، أو بطانية، بس بصراحة يعني باحس إن البورت أحسن من البطانية، البطانية بتلِف كتير بقى وكده ومش عارفة إيه. ولكن أنا يعني عن نفسي كأمورة مقتنعة جدًا بفكرة الدفاية، عارفين الدفاية اللي هي بتاعة السرير دي، لو حتة بقى منها كده صغيرة، اللي هو بحيث إن أنتِ تلفي فيها البيبي كده قبل البورت والحاجات دي، بحيث إن هو ما يدخلوش هوا، يعني هي طبيعي أصلًا صغنونة، فالبورت كبير عليها فاهمين؟ فهيدخل لها هوا. بس وطبعًا جبت كمان الشرابات، دي بقى شرابات كده أنا جبت 4 بس، والاتنين اللي هو اللكلوك اللي هو الpink اللي هو واقع على الأرض هناك ده. بُصّوا شكلهم عسولة أوي، أنا كل شوية يا جماعة باحلم زي ما قُلت لكم إن أنا رايحة أولد، وإن أنا لسه ما جهّزتش الشنطة بتاعة المستشفى بتاعتي ولا بتاعة البيبي، وكل شوية عارفين يعني أنا خلاص أنا دخلت أهو في الشهر التاسع، وقاعدة بقى خايفة خوف ومش قادرة، يعني أنا ما أعرفش حتى إيه اللي بيتجهّز في شنطة الولادة، باحاول كده إن أنا أشوف من على اليوتيوب وأحاول أطبّق، ولكن يعني أنا حتى البنت الوحيدة لماما فاهمين؟ ف ويعني إيه، عارفين يعني مش عارفين حاجة بصراحة. يعني ولا أعرف مثلًا إيه اللي بيتاخد ولا ماما حتى تعرف إيه اللي بيتاخد، أدينا بنجتهد كده وخلاص، بناخد أي حاجة وخلاص. فقررت بقى إيه إن شاء الله إن أنا يعني مش هاستسلم للحال ده كتير النهارده، اللي هو مش الفيديو ده لأ، ده النهارده خلاص هاقوم إن شاء الله أجهّز شنطة البيبي، وأجهّز الشنطة بتاعتي بحيث إن هو أي حاجة يعني يبقى شنطنا ويالّا بينا باي باي، باي باي. بس فادعوا لي بقى بجد، لإن زي ما قُلت لكم يعني أنا البنوتة الوحيدة وما ليش أخوات بنات، والدنيا عندي في البيت لسه برضه مدربكة شوية، وماما برضه وراها التزامات كتيرة أوي بصراحة، يعني ربنا يكون في عونها ويقويها. هي برضه طبعًا بتيجي لي وكل حاجة، ولكن برضه إيه، وراها حاجات كتيرة أوي، يعني ربنا يقويها برضه ويكون في عونها. بس أنا باوريكم بقى اللي هي البورتات والحاجات اللي هي جاية لها من عند بنت عمتها وكده. علشان يعني أنا ما اشتريتش حاجات كتير زي ما قُلت لكم، ولكن الحمد لله يعني هي عندها حاجات كويسة جدًا، عقبال بقى إيه ما أولد كده وأقوم بالسلامة إن شاء الله، وبعدها أبقى أنزل بقى أجيب لها الحلو في الدنيا كلّها. إيه تاني، عايزاكم بقى تختاروا معايا اسم للبيبي، علشان فعلًا أنا محتارة، يعني هي بنوتة تمام، إيه رأيكم مثلًا أول حاجة كان نفسنا فيها فيروزة. بالتاء المربوطة يعني فيروزة، وبعدين مسك وروزان. روزان ده يعني شروق الشمس وبيدل على البهجة والسعادة والفرح وحبة حاجات حلوة كده، ولكن حاليا باباها قاعد يقول لي مسك، هو نفسه في مسك. أنا كان نفسي في أول حاجة بصراحة في فيروزة، كان جميل أوي، حتى كنت باقول لها فيروزتي خلاص فاهمين، يعني كل اللي كان بيناديها بيقول لها فيروزة، يعني مثلًا مامي فيروزة فاهمين؟ فإيه رأيكم، فيروز والّا مسك والّا روزان؟
هاستنى طبعًا رأيكم واكتبوا لي، وأهم حاجة بقى قبل ما تكتبوا لي إنكم تدعوا لي، لإن بصراحة أختكم يا جماعة بقت خلاص يعني قاعدة بقى في قمة الرعب، الكام يوم دول قاعدة في قمة الرعب، يعني أنا بقى أخدت 3 أيام بس من التاسع أهو، ولكن طبعًا عشان لسه أول مرة وكده، أول بيبي يعني وأول حمل، فطبعًا إحنا ما نعرفش أي حاجة يعني على الله حكايتنا أوي ولا نعرف هنولد إمتى ولا أي حاجة. بس زي ما قُلت لكم بقى أنا كده لمّيت كل حاجة حتى اللي هو الbouncer بتاعها، اللي هو الcover بتاعها يعني أو اللي هو اللي بيتقعد عليه ده، المقعد يعني، برضه أخدته غسلته. بُصّوا بقى يا جماعة الكوافيل دي جايبينها لي وبيقولوا لي: "لأ، دي بنربط بيها السُرّة بتاعة البيبي." أقول لهم: "أنتم بتهزروا؟" يقولوا لي: "آه والله، لأ ما أول أسبوع بس ومش عارفة إيه لغاية السُرّة ما تُقع." أنا بصراحة أول مرّة أعرف، يعني ما أعرفش، وأول بيبي فطبيعي إن أنا ما أعرفش. فهاخد بقى إيه، الهدوم دي كلّها كده ويالّا بينا نشوف هنغسلها إزاي. زي ما قُلت لِك أنا ما عنديش مسحوق اللي هو الأوكسي اللي هو بتاع جونيور ده، فاستخدمت كده اللي هو البرسيل الجل عادي خالص أو أوكسي جل يعني. أوكسي جل طبعًا يا جماعة عشان أصلًا برسيل وأريال مقاطعة، ولكن أنا برضه صدّقوا عندي شوية من البرسيل والأريال. فهاحط بقى كده كل الهدوم، طبعًا هي مش بتبقى محتاجة غسيل كتير ولا ملوات كتير، ده هي يعني يا دوب عملتها على 12 دقيقة، وبعدين الشطف، وبعد كده العصر وجففتها وخلاص خلصنا على كده. أدي بقى الفانلّات البيضا كلّها وكل حاجة، هُم يا بنات بالضبط طلعوا معايا ملوتين فعملتهم ونشرتهم. الفيديو الجاي بقى إن شاء الله هنجهّز شنطة الولادة كده مع بعض، عشان برضه مش من باب تحصيل فيديوز ولا أي حاجة، ولكن بس من باب إن أنا لو ناسية حاجة طبعًا تفكّروني، وإنكم بجد تدعوا لي لإنكم بجد فارقين جدًا في حياتي الفترة دي، وربنا يا رب يجعل دايمًا كده لمّتنا في الخير وفي زيادة يا رب، وبس أشوفكم على خير بقى في فيديو جديد، واوعكم تنسوا يا جماعة تدعوا لي. بس أستودعكم في رعاية الله، وبس مع ألف سلامة.